بأنه فقط حاول يكون شي تحقيق كبير او لا نشروا في واحد القناه عموميه وبس، لكن النظام ديالو مشكلته معاناته كتواجه هو في مواجهه نظام اداري عقيم في الاعلام، ما كيسمحش بالابتكار، ما كيسمحش بالتطور. وهذا الشيء اللي خلى القنوات الاعلاميه ديالنا، قبل ما نقول خلى القنوات الاعلاميه ديالنا، خلى المواطنين ديالنا يهاجروا القنوات العموميه ديالنا النفاذيه ويلتحقوا قنوات اخرى. يجب ان نعرف بان الاعلام هو سلاح، هو منبر. صراحه ليس المنبر الهين، فهو اكثر واشد قوه وضراوه من المنبر ديال الخطيب الامام الجمعه. الامام الجمعه عنده خطبه الصيمانه، المنبر الاعلامي كيخطب كل ساعه وكل دقيقه كيدخل قلب كل بيت كل اللحظات. بعض الاشياء اقولها بصراحه، ربما انني في بعض الحالات ومن خلال الاطلاع على الصفحه تاع الاخ الغريب في الفيسبوك لاحظت انه كما قال لكم قبل قليل انه كانت هناك بعض التهم التي حاولت بعض الجهات الحق به ديال انه انفصالي، انه عنده عقليه معارضه وطنيه، وهذا الشيء لا يحق لاي كان ان يبتدع او يدافع عنه، لديه توقع حجه، والا فان التهمه ترد على اصحابها. الخطير في الامر هو ان المشكل اللي حتى في قضيه الصحراء والسيد الدين الادريسي كيعرض على خلال لقاءات تواصليه، لاننا في الموضوع ديال الصحراء ان المشكل اللي كنعانيو منه الان هو سببه عقليه كانت في السبعينيات من القرن الماضي، ما عرفتش كيف تدبر الملف مع طلبه مع شباب وتصورت الاوضاع في الاسواق. نحن لسنا في صدد محاكمات حقبه من الزمن مضت وان كانت ثقيله وترى ما زالت وخيمه على حتى اليوم، وانما المطلوب من المغاربه، واعتقد هذا هو الروح اللي كان جا به جلاله الملك محمد السادس في العام اللي تولى فيه الحكم في 99 ودعا الى مفهوم جديد للسلطه، المفهوم الجديد لتدبير الامور، المفهوم الجديد لعقليات مغربيه جديده قادره على مسيره الركب. وجدت الملك لاحظنا ان بدون مزايدات الخطاب الاخير تاعو بمناسبه ثوره الملك والشعب حبينا فيه الفضل باش المغرب يمشي بسرعتين، سرعه متطوره في القطاع والمجال دينا معينه من الناس، وسرعه اخرى باطله